طب يا شباب، ده فيديو جديد عن واتساب يو، اخر اصدار فيه كل الاضافات وبالشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي. لو جينا دخلنا على المعلومات الشخصيه بتاعه البروفايل هتلاقي بالمنظر اللي قدامك ده. ولو جينا نفتح الشات هتلاقي منظر الشات موجود زي ما انت شايف كده، وهتلاقي الايموجي تقدر تعدل فيه، وفي ايموجي طبعا ايفون. ده كل الايموجي الايفون اللي موجود في قلب النسخه. ده طبعا تقدر تفعله من قلب الاعدادات اللي موجوده من جوه، تقدر تفعل الايموجي ده كله نفس الاشكال بتاعه الايفون، حتى القلب اللي هو القلب الغامق ده برضو نفس القلب اللي موجود في الايفون. لو جينا ضغطنا على العلامه اللي فوق دي هتفتح لك التذكر بتاع النسخه، ومنها تقدر تعمل حاجات تانية كتير، تبعت مسجات متكرره، ومن هنا تقدر تضيف حساباتك اللي عندك كلها، كل الارقام اللي عندك. وكمان عندك هنا وضع الطيران تقدر تفعله او تلغيه. وكمان عندك الوضع بتاع الدارك مود تقدر تفعله برضو وتخلي الدارك مود شغال في قلب النسخه. طيب لو جينا بصينا على الثلاث نقط وجبنا الاضافات بتاعه الواتساب بتاع يو، هتلاقي بالشكل اللي قدامك ده. هنا كل اعدادات البرايفسي كلها، اخفاء الظهور وتجاوز المشاهده لمره واحده، وتخفي ان الرساله محوله، وتخفي مشاهده الستوري، وتمنع ان حد يحذف الستوري او يمسح. وكمان لو جينا نطلع بره كده ونيجي نبص على السمات اللي موجوده في قلب النسخه بعد ما خلصنا الحمايه والخصوصيه، هنيجي نبص على السمات وكده. تقدر هنا تحمل سمات، عندك متجر سمات كبير، في سمات كتيره جدا وكلها فيها، يعني مثلا لو جينا نبحث عن السيم الاي او اس بتاع الايفون هتلاقي سمات كتيره جدا. في السيم الابيض زي ما انت شايف كده تقدر تطبقه عادي جدا. وهنا سيم كمان، ده منظر الشات من جوه. طبعا تقدر تفعل كل السمات اللي موجوده عندك ديت بالشكل اللي قدامك ده. تختار السيم اللي يعجبك وتقدر تطبقه، وهيتطبق معاك في قلب النسخه بكل سهوله. لو جينا نطلع بره نختار تطبيق سيم، ده بيكون سيم عندك بتطبقه عادي في قلب النسخه، وتكون انت سيم منزله من اي حته. لو جاي نفتح الاعدادات تقدر من هنا تعدل في الالوان بتاعه النسخه، وهنا الستايل تقدر تغير في الايموجي بتاع النسخه، وكمان تقدر تختار الخط اللي انت عايزه. عندك مجموعه كبيره جدا من الخطوط تقدر تعدل فيهم زي ما انت عايز وتختار الخط اللي يناسبك. وهنا تقدر تغير الايقونه بتاعه الواتساب من بره، تعرف تغير اي شكل من الاشكال دي كلها. وايقونه الاشعارات طبعا تتغير عادي جدا، تبعت الصوره بجوده حلوه تمام. تقدر تعلي الجوده من هنا، وكمان من هنا تعرف تعمل نسخه احتياطيه وتمسح الملفات المؤقته، ولو ضغطت على ديت تعمل نسخة احتياطية وتعمل استعادة برضو. وكمان هنا اللغة بتاع التطبيق، وهنا تقدر برضو تفتح اكتر من شات وتحول لاكتر من 250 شات، وتقفل السحب اللي هو بيفتح لك الارشيف. فلو احنا جينا نطلع بره ونفتح الشاشة الرئيسية ونشوف فيها ايه، هنجيب البار العلوي. من هنا تقدر تفعل الستوري يكون شبه الانستا، وهنا تفصل الرومات عن الشتات، وهنا نحط اسمك اللي فوق طبعا. وهنا تظهر الايقونه بتاعت اضافه الاكونتات، وايقونه الوضع الليلي، وايقونه وضع الطيران، واضافات تانية برضو تقدر تعدلها في الواجهه بتاعه الشاشه الرئيسيه. ومن هنا تقدر تخلي الشكل بتاع الايفون زي ما انت شايف كده، تجيب البار لتحت كده ويكون شكل الايفون. وهنا السطر طبعا تقدر تغير في شكل السطر، تخليه الويدجت او التليجرام او الستوك العادي او الاولد ستايل. وهنا تسحب سطر المحادثة، وهنا برضو تعلي شكل الصورة وتخلي نقطة الاونلاين لونها ايه او تظهرها او تخفيها. وكمان لو انت جيت تطلع بره وتشوف ايه الاضافات التانية اللي انت تقدر تعدل فيها او تقدر تغير فيها في شكل النسخة. لو جيت تجيب مثلا الاسطور، احنا كده جبناها مرة، نجيب الزر العائم هتلاقيه بالشكل اللي قدامك ده، تقدر تخليه كده بيخلي النسخة خفيفة معاك شوية في الاستخدام وبيخليها سريعة وانت بتتحرك. هنا الحالة تقدر تعدل في كل الاضافات والمميزات اللي موجودة، تقدر تعدلها في قلب الحالة، زي تزود مدة الحالة وتأكد قبل ما ترفع الستوري. كل الحاجات دي بتفرق مع الناس وانت بتشغل اي ستوري او انت بتنزل اي ستوري. وهنا تقفل في خط الفاصل، وهنا يجيلك اي اشعار لو حد شاف الستوري، او لو حد متصل دلوقتي يجيلك اشعار ان الشخص ده متصل، والدنيا دي كلها بتظهر لك. طيب لو جيت تشوف الاشعارات هتجيب الاشعارات من هنا تظهر لك او ما تظهرلكش، وتقدر تغير في لونها، وتقدر تغير في الشكل وفي الخلفيه بتاعتها وهي بتظهر. ولو حد غير صورة البروفايل بتاعته بيجيلك اشعار ولا لا. وكمان لو حد شاف الستوري بتاعك تقدر تغيرها او تسيبها ان يجيلك كمان او لا. تعرف تحط رد تلقائي ان اي حد يبعت لك اي مسج يترد عليه برد تلقائي. واضافات تانية برضو، يعني تقدر تعدل في الرد التلقائي من هنا. والرد التلقائي ده بيكون امتى، تعرف تحط جدولة طبعا. وهنا من تقدر تشوف مين اللي عمل لك بلوك، تعرف تشوف كل الناس اللي عملت لك بلوكات من هنا. وهنا مؤثرات، وانت بتتنقل لفوق ولتحت ويمين وشمال تقدر تغير في الافكتات دي كلها. عندك افكتات كتير طبعا تقدر تغير فيها. وهنا النسخة الاحتياطي احنا قلنا قبل كده تقدر تاخد نسخة وتعمل استعادة، ومن هنا تعرف تمسح الملفات المؤقتة، ده طبعا بيخلي النسخة سريعة معاك في الاستخدام. وهنا برضو نفس القصة، بيخلي لك النسخة سريعة وانت شغال عليها
وهنا طبعا لو في اي تحديث تقدر تنزل التحديثات من هنا طبعا، بس ده اخر تحديث في النسخه. وبس كده يا صاحبي نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. ما اظنش ان في اي حاجه تانية محتاج ان انا اقولها، او في اي حاجه تانية محتاج ان انا اعرفها للناس وكده. بس ده الفيديو بتاع النهارده. طيب النسخه ديت هتكون في الوصف بتاع الفيديو، وهتكون في الكومنت المثبت. يعني انت تدخل على الوصف بتاع الفيديو كده هتلاقي النسخه موجوده، وطريقه التحميل هتكون موجوده تحتها، والكومنت المثبت برضه هيكون فيه الحاجتين اللي انا قلت عليهم، اللي هيكون فيه لينك النسخه، وهيكون طريقه التحميل برضه موجوده. طيب لو جيت برضه طلعت من هنا، ده الشكل بعد ما انت طبقت النسخه، يعني فاهمني، الشكل بالاضافات اللي انت عملتها كلها بيبقى موجود. وكمان يا اسطى هسيب لك في الوصف رابط القناه بتاعتي بتاع التليجرام، تقدر تخش فيها، بنزل فيها ارقام فيك على طول، وجروب الواتس وكده تقدر برضه تخش فيه، بنزل فيه برضه ارقام وهميه، وبنزل فيه تطبيقات هناك، والدنيا دي كلها تقدر تاخد الارقام ديت وتفعلها على اي حاجه، الواتساب، الفيس، تليجرام، اي منصه من منصات السوشيال ميديا تقدر تفعلها عادي جدا. وبس كده يا صاحبي، اكون خلصت الفيديو بتاع النهارده، ان شاء الله ما اطولش عليك اكتر من كده. سلام.